السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. وقعتنا النهاردة للعظة والتفكير والحيطة. ايه اللي حصل؟ اولا قلت القصة للعبرة وللعظة. حصل ايه؟ واحد اتجوز واحدة في السر، بس شرعي، بس ايام زمان لا كان في ورق ولا كان في حاجة ابدا تثبت ان انت متجوزة غير الشهود. بعد ما اتجوزوا اختلفوا زي اي بيت بيختلفوا فيه المشاكل والدنيا دي. بعد ما اختلفوا الراجل اتسرع وطلقها واهانها وزعطها. تمام. راحت عند القاضي بتقول له حضرة القاضي الامر 1 2 3. بعد جاب جوزها، يا فلان دي مراتك؟ قال له ولا شفتها ولا عرفها. قال لها يا فلانة عندك شهود؟ قالت له ايوه يا حضرة القاضي. راحت بعتت للشهود، جم الشهود الست دي متجوزة الراجل ده؟ قالوا له ولا نعرفها ولا شفناها ولا نعرف هو كمان ولا في جواز من الاصل. الست اتعفرتت بالمعنى كلمة طبعا. المهم قال لها طب يا ست عندك كلب؟ جوزك ده مربي كلب في بيته؟ راح قالت له ايوه مربي كلب. راح قال لها طب خلاص تقبلي بشهادة الكلاب؟ قالت له ماشي حضرة القاضي اقبل. وهي بتتحسر وبتعيط ولا حول ولا قوة الا بالله. المهم قال للشهود وقال لجوزها، وراح نادم حد من القضاء، يعني زي مخبر زي ساعي حد، خدوا الست دي وروحوا بها البيت. لو الكلاب نبحت عليها يبقى الكلاب ما تعرفهاش، يبقى الست دي كدابة. ولو الكلاب رحبت بيها يبقى الست دي صادقة. المهم بص كده سبحان الله، هو انا قلت للعظة، بص كده في وشوش الراجل ووشوش الشهود لقاهم وشهم ضرب الوان، جاب لون وراح لون وعمل الوان. بقول عرف انهم كدابين، ما القضاء مش وبس. المهم عرف انهم كدابين، راح امر بجلدهم وعطى الست الدار وعطاها كل مستحقاتها. بتشهد زور في حاجة سبحان الله العظيم من الكبائر، بتشهد زور في الكبائر. يعني انتوا كنتوا واقفين وانتوا شايفين الراجل لما اتجوز يعني دنيا ودين. تصدق وتأمنوا بالله والله العظيم الذي لا اله الا هو ان القصة دي